بغيتي غديوة صيفية تكون سهلة وسريعة توجديها في 30 دقيقة وتهنيك من الوقفة في الكوزينة. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم فكرة زوينة للغدا كتوجديها بسرعة اقتصادية كتجي لذيذة. كنتمنى الفيديو ديال هاد النهار ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم خليو لي لايك، فعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الوصفات، ونبداو على بركة الله. اول حاجه غناخذ واحد المقله غنوضعها فوق النار حتى تسخن، غنوضع فيها 2 معالق كبار ديال الزيت، وغنبدا نوضع الكرات ديال الكفته. انا استعملت الكفته ديال لادانت اللي سبق ليا وشرملتها في شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون. غنحرك هاد الكرات غير باليد ديال المقله باش ما يتحلوش ليا، وغنتسنى على هاد الكفته حتى تشد ليا واحد اللون ذهبي زوين وطلق ليا لو جو ديالها. النار دائما خاصها تكون مهيله. من بعد غادي نزولها، وهذيك الزويته اللي كتبقى غادي نضيف عليها حبه كبيره ديال البصل اللي قطعتها على شكل مربعات. غنحركها شويه، غنضيف شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، غنضيف شويه ديال الزيت، غنحرك البصله وغنتسنى على البصل ديالي حتى تهبط. غنضيف عليها حبه ديال الفلفل الاحمر اللي قطعتها على شكل مربعات. غنضيف حبه واحده ديال الطماطم. غنخلي الطماطم ديالي حتى تشحر مزيان، وغنضيف عليها 4 كاس ديال الماء، معلقه كبيره من صلصه الطماطم، شويه ديال المعدنوس، معلقه صغيره ديال التحميره، وحكه خفيفه ديال الزعتر. غنخلط هاد العناصر وغنخلي الصلصه ديالي كتشحر على نار تكون دائما مهيله. في المقابل غناخذ واحد 4 حبات ديال البطاطس اللي قطعتهم على هذا الشكل، غنوضعهم في واحد الكاسرونه، غنضيف عليهم شويه ديال الملح، وغنديهم نطلع فيهم الغليه تقريبا واحد 10 ديال الدقائق. الصلصه ديالنا بعد ما اختارت ونشفات غنضيف على الكرات ديال الكفته، غنخليهم تقريبا واحد 5 ديال الدقائق كيشربوا هاد التتبيله، وغنطفي النار ونخلي الكفته ديالي كترتاح جانبا. البطاطس بعد ما تسلقات فنوضعتها في الاناء اللي غتدخل فيه الفران، وضفت عليها معلقه كبيره ديال الربيع، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، شويه ديال الابزار، شويه ديال التحميره فومي، شويه ديال الزعتر، شويه ديال الملح، شويه ديال التحميره. غنخلط هاد البطاطس مزيان حتى تشرب ليا التتبيله، وغندخلها للفران باش تكمل الطياب ديالها وتحمر، وندوزو باش نوجدوا السلطه ديالنا. في واحد لو بول غادي نوضع شويه ديال الخيار، شويه ديال الجزر محكوك، البصل اللي قطعته على شكل شرائح، شويه ديال الكورنيشون. غنضيف الطماطم مع الخس، البطاطس مسلوقه. بالنسبه للسيزونمون فانا غادي نوضع شويه ديال زيت الزيتون، غنوضع شويه ديال الملح، شويه ديال الابزار، شويه ديال لاموطارد، ومعلقه صغيره ديال الخل. غنخلط الكل مزيان وغنخوي الكل فوق الصلصه. سمحوا لي في هذه اللقطه تحدثات لي اثناء التصوير. غنحركوا الكل مزيان ونتلاقاو مع الشكل النهائي للاطباق. غديوتنا بعد ما وجدات فهي كتجي بهذا الشكل، سهله بسيطه ديال هاد الصد. البطاطس بعد ما طابت فانا ضفت لها شويه ديال الفرماج حمر ورديتها للفران غير تحمرات. اما السلطه فانا ضفت لها شويه ديال الطون. كنتمنى الفيديو ديال هذا النهار ينال الاعجاب ديالكم، ولا عجبكم ما تنساوش تنضموا القناه، ونتلاقاو في وصفه قادمه ان شاء الله.